ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فيصل. شكون؟ فيصل محاسن. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو صادم قيل إنه صور بحي الحساني ببن دباب بمدينة فاس، ويظهر فيه شخص يدعى فيصل الملقب بولد النحس، وهو يرتكب أفعالا خطيرة تجاوزت كل الحدود القانونية والإنسانية وفق ما وثقه المقطع المتداول. ويظهر الفيديو شابا في حالة تقييد على كرسي بينما يتعرض للتهديد بسلاح أبيض من الحجم الكبير عبارة عن سيف من طرف شخص كان ملثما قيل إنه المدعو فيصل، حيث أجبر الضحية تحت التهديد على التلفظ بعبارات قسرية في مشهد أثار موجة استنكار وغضب واسعين وسط الرأي العام المحلي والوطني. ووفق المعطيات المتداولة فإن الواقعة تعكس درجة خطيرة من التعدي على السلامة الجسدية والنفسية للأفراد، وتطرح تساؤلات جدية حول ملابسات الحادث وخلفيته وكذا الظروف التي جرى فيها تصوير هذا الفيديو، خاصة في ظل انتشار مقاطع مماثلة تهدد الإحساس العام بالأمن. وفي آخر المستجدات أفادت مصادر غير رسمية بأن السلطات الأمنية قد دخلت على خط القضية، حيث تم فتح ملف بحث في الموضوع، وأصبح الشخص المعني مطلوبا لدى المصالح الأمنية في انتظار توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه. وتأتي هذه الخطوة في سياق التفاعل السريع للأجهزة الأمنية مع مثل هذه القضايا الخطيرة التي تمس الأمن العام وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين، خصوصا حين يتم توثيقها ونشرها على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية. وإلى حدود الساعة ما يزال الرأي العام في انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة بخصوص طبيعة الفيديو وتاريخ ومكان تصويره بدقة، وكذا التكييف القانوني للأفعال المرتكبة، وذلك تفاديا لأي تأويلات أو معطيات غير دقيقة قد تزيد من حدة التوتر والقلق. كما تؤكد فعالية مدنية وحقوقية على ضرورة التعامل الصارم مع كل مظاهر العنف والاختطاف والتهديد، مع احترام المساطر القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف في إطار سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الخبر. نطلب منكم كتابة آرائكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو. كيف ترون هذه الواقعة؟ وهل تعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سيفا ذا حدين في نقل مثل هذه الأحداث؟